جريمة حصلت في واحدة من أقل دول العالم في معدل الجريمة. فاجأت المجتمع كله وقتها لدرجة إن الكل كان متابع تطوراتها أول بأول. حصل فيها تغيير أقوال أكتر من مرة، والدفاع ما كانش لاقي أي ثغرة تطلع المتهم اللي للأسف ما كانش يصلح أب ولا زوج. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جريمة النهاردة جريمة كبيرة لدرجة انها غيرت في قوانين دولة الامارات، والجريمة دي حصلت تحديدا في دبي. محمد سعود شاب عنده 29 سنة، ورغم انه عايش في دولة مصنفة ال 18 عالميا في معدل الرفاهية، الا انه برضه جري على المخدرات اللي للأسف ضيعته. محمد كان متوفر له حاجات كويسة كتير من أهله، وكان ممكن يطلع شاب كويس زي إخواته وعيلته، لكن هو اختار سكة الانحراف، ومن وهو مراهق وهو مطلع عينيهم وراه، وحاول أهله كتير إنهم يصلحوه لكن بدون فايدة. وزي ما هو سايد في المجتمعات العربية قالوا إن الجواز هيصلحه، خصوصا إن محمد اتسجن مرة وهو صغير في قضية نصب، وكمان عرفوا انه خلاص ادمن. للاسف الاهل بدل ما يصلحوه او حتى يتبروا منه قرروا يقبلوا بيه بنت ما تعرفش عنه اي حاجه. سلمى لما اتجوزت من حمد عرفت كل البلاوي دي اللي ما كانتش هتستخبى على زوجها. واحده نايمه وقايمه معاه في نفس البيت، ازاي مش هتعرف انه مدمن؟ ده غير اساءته المتكرره ليها سواء بالشتيمه او بالضرب. بس برضه بدل ما سلمى تتطلق قررت انها تكمل، يمكن حاله ينصلح والحياه بينهم تكون كويسه. والغلطه الشهيره بتاعت ان الاطفال بتغير الراجل وتخليه يشيل المسؤوليه غلطتها سلمى. وخلفت سلمى بنتين ورا بعض، الفرق ما بينهم سنه، واحده اسمها ديما والتانيه اسمها ميرا. حاولت سلمى تتحمل سنه واتنين وتلاته، لكن لا حال احمد اتعدل ولا هي بقت قادره تتحمل اهانته وضربه ليها هي والبنات، خصوصا انه مع ادمان المخدرات بقى يشرب كحول كمان. يعني الموضوع بقى اسوأ، لحد ما اخيرا فاقت سلمى وقررت انها تنفصل عن حمد سنة 2006. سلمى اتنقلت بالبنات لسكن خاص بيها، وبعدت اخيرا عن عنف حمد اللي ما كانتش قادرة تتحمله اكتر من كده. وحال البنات كمان استقر بنسبة كبيرة، ودخلتهم سلمى مدارس، ورفضت تماما فكرة الجواز عشان تتفرغ لتربية بناتها. ما كانش في اي حاجة معكننة على الام وبناتها غير حمد. وما كفاش حمد كل القرف اللي قرفه لسلمى في جوازهم، لا كمان قرر ينكد عليها للاخر، وراح حمد رفع قضية حضانة للبنات باسم مامته، بالرغم انه لا عايز البنات ولا هيقدر يراعيهم ولا حتى عاوز سلمى من اصله، لانه راح ارتبط بصاحبتها ونقلها تعيش معاه في استوديو بدون جواز. الا انه برضه راح رفع القضية وفضل اكتر من سنتين يجري ورا القضية، ويحاول هو والمحامي يلاقوا طريقة يضموا البنات بيها من سلمى، لحد ما في النهاية نجح أحمد وأخد البنات من سلمى. وفعليا هو ما كانش عنده القدرة إنه يربيهم ولا وداهم حتى عند مامته، هو أخدهم بيته اللي عايش فيه هو وعشيقته، واللي هو أساسا استوديو يعني أوضة واحدة. ورغم غرابة الموقف ورغم غرابة حكم المحكمة بضم البنات لجدتهم أم أبوهم، إلا إنه في النهاية حكم محكمة. واضطرت سلمى تدي البنتين لأبوهم مع وعد منه إنها تقدر تشوفهم في أي وقت وتكلمهم، خصوصا إن عنوان الأب في المحكمة والحكم بضم البنات ما بيمنعش الأم من رؤيتهم. لكن كل الوعود دي اتبخرت. حمد ما كانش بيرد على سلمى مهما اتصلت، والعنوان غيره، ومحدش من أهله رضي يقول مكانه، وقالوا إن هم ما يعرفوش هو فين. واستمتت سلمى إنها توصل لبناتها لكن معرفتش. يوميا ولمدة 4 شهور سلمى بتحاول تكلم حمد وبتبعت له رسائل مع أهله، لكن هو معاند ومش عايزة تشوف البنات أو حتى تكلمهم. وفي النهاية بعد المحاولات دي كلها حمد سمح لسلمى إنها تكلم بناتها مرة واحدة بس، لكن المكالمة دي ما طمنتهاش، بالعكس دي قلقتها أكتر. الأم اللي طبيعي بتحس ببناتها حست إنه في حاجة غلط. طريقة كلام بناتها وصوتهم بتقول إنهم مش مرتاحين، وواضح إنها قالت كده لحمد أو هو حس، لأنه بعد المكالمة دي رجع تاني ما بيردش على سلمى ولا بيخليها تكلم البنات. للأسف دخلت سلمى في دوامة، لا عارفة توصل للبنات ولا عارفة تكلمهم ولا عارفة حتى عنوانهم، لحد ما اتصل بيها محمد أخو حمد بعد كام شهر وسألها سؤال مرعب. سألها لو ديما عندها، فبلغها محمد إن ميرا معاه وإنها تعبانة جدا وهينقلها المستشفى حالا. طبعا جريت سلمى على المستشفى عشان تتفاجئ إن البنت اللي عندها 7 سنين متبهدلة، شعرها محلوق وجسمها فيه كدمات وحروق، والبنت وصلت المستشفى فاقدة الوعي.
وقال لها محمد ان البنت قالت له ان ديما اختها عند مامتها، لكن بعد شوية قالت له ان ابوها حمد قتل ديما ودفنها، وانهم لازم يتحركوا ويعملوا بلاغ. وجريت سلمى مع محمد يعملوا بلاغ في حمد ومراته انهم قتلوا ديما واخفوا جثتها. وبدأت على طول التحقيقات اللي اتعرف فيها الجزء اللي كان خفي من القصة. حمد اخد البنتين وطلع فيهم كل عصبيته وضيقته من امهم اللي اتجرأت وطلبت منه الطلاق، وكأنه مش من حقها بعد كل الذل اللي شافته معاه. وما كانش بيضربهم زي الأول، لا ده كان بيضربهم أكتر من كده، كان بيضربهم بعصيان حديد وخشب، وكان بيكب عليهم مية سخنة، ده غير الضرب بالسلك العريان وضربهم بإيده ورجله. والكلام ده مش بيعمله حمد بس، لا وكمان عشيقته اللي اتجوزها بعد ما خد البنات كان بيسمح لها هي كمان تضرب البنات وتعذبهم. ولان مفيش مكان يناموا فيه كان بينيمهم في الحمام او على الارض في الصاله، مع انهم بناته والمفروض انه اكتر حد بيخاف عليهم، بس الادمان والغل خلوه مش شايف قدامه. حتى مراته اللي كانت حامل في ابنه، يعني حتى عاطفة الأمومة ما اتحركتش وخلتها تمنع الأذى عن الأطفال دي. الكلام ده استمر فترة مش قليلة على مدار 7 شهور تقريبا، وحمد مانع أي حد يشوف البنات خصوصا أمهم، لحد ما في يوم الشرطة كلمت محمد أخو حمد وبلغته إن حمد مطلوب القبض عليه وإنهم عايزين عنوانه. ولأن الموضوع مش جديد عليه ولأن العيلة رمت طوبته، فأحمد ادالهم عنوانه وفعلا اتقبض عليه. وبعدها محمد كلم مرات أخوه وسألها على البنات. ما كانش منطقي إنهم يفضلوا معاها وأهل حمد كانوا عاوزينهم، لكنها قالت له إن حمد لما اتقبض عليه طلب منها تودي البنات لأمهم، وقفلت مع محمد وهو مش مقتنع لأن حمد صعب يودي البنات لأمهم بالسهولة دي. وقرر محمد يروح بيت حمد ويتأكد، وفعلا نزل محمد على هناك ولقى البيت منور وواضح ان في حد جوه. لما قرب من الباب سمع صوت عياط واستغاثة جاية من جوه، فاتصل بمرات اخوه وسألها تاني عن البنات واكدت له انها عند امهم، وسألها عن مكانها فقالت له انها في الطريق الى الشرقة عند اهلها، خصوصا انها على وش ولادة. لكن محمد قال لها انه واقف قدام البيت وانه سامع صوت البنات من جوه، فارتبكت وقالت له انها ملهاش دعوة باي حاجة وقفلت. طبعا محمد معهوش المفتاح فبلغ البوليس على طول، وجه البوليس وفتح الباب وجوه لقوا الطفلة ميرا واقعة على الارض وحالتها صعبة جدا. البنت كان شعرها محلوق وجسمها مليان كدمات وجروح، ده غير ان دراعها مكسور وكانت بتصرخ جدا من وجعه. اما البيت فكانت حالته اسوأ، كله كراكيب وزبالة، حالة فوضى غير طبيعية. جري محمد بميرا على المستشفى على طول ومستناش، ولما سألها على ديما قالت له انها عند مامتها، عشان كده كلم سلمى. لكن رجعت ميرا قالت له ان ديما راحت عند ربنا وان ابوها هو اللي قتلها ودفنها. الموضوع كله على بعضه كان صدمة لكل المحيطين، محدش كان متوقع ان حقارة حمد توصل للدرجة دي. والغريب كمان انه لما جه التحقيقات هو ومراته انكروا كل ده، لكن لما النيابة سمعت شهادة ميرا وواجهته بيها اعترف. قال انه كان بيضرب البنات فعلا وان مراته هي اللي حرقت ميرا، وقال انه ما كانش قاصد يقتل ديما، وقال ان هو كان راجع من بره وان مراته اشتكت له من ديما فضربها وحبسها في الاوضه ولما رجع لقاها ماتت. وقال انه فضل يعيط لانه ما كانش متوقع ان ده ممكن يحصل. ميرا بقى لما سألوها عن موت ديما حكت اكتر. البنت حكت ان التعذيب ما كانش بالضرب بس، ده كان كمان بالتجويع لفترات طويلة والحرمان من المية، وان ابوها ومراته كانوا بيحبسوهم في الحمام لفترات طويلة من غير اكل، واحيانا كانوا بيحبسوهم في الدولاب ويقفلوا عليهم، وانهم من كتر العطش ساعات كانوا بيشربوا البول بتاعهم، وان ديما قبل ما تموت ب3 ايام ما كانتش قادرة تتكلم. الضرب وقلة الاكل جسم البنت ما استحملهمش. لحد يوم الحادثة رجع الأب من بره ومراته اشتكت له من ديما اللي ما كانتش فعلا قادرة تعمل أي حاجة، فالأب نزل عليها ضرب برجليه وكب على البنت مية سخنة، والبنت أغمى عليها وبدأت تطلع رغاوي من بقها، فالأب شالها ورماها في ركن الأوضة وقفل عليها ومشي. ولما حاولت ميرا تكلمها ما كانتش بترد. لما رجع حمد بعد ساعات فتح عليهم وحاول يفوق ديما لكن البنت ما فقتش، ولما عرف انها ماتت لفها بالعباية بتاعته وخدها ونزل هو ومراته. ولما رجعوا سمعتهم ميرا وهم بيقولوا انهم دفنوها. تفاصيل مرعبة جدا انها تتسمع، فما بالكم بقى انها تتشاف والشاهد عليها طفلة عمرها 7 سنين. الأب لما تواجه بالكلام ده اعترف وقال إن البنت كانت ملبوسة،
وإنها كانت بتتكلم بصوت راجل حتى اسأله أختها ميرا. بعدها رجع قال إنه كان مكتئب وإنه كان بيفكر في الانتحار وإنه ما كانش يقصد أبدا إنه يقتل بنته، وحاول كمان إنه يشيل التهمة عن مراته وقال إنها ما كانتش بتضرب البنات، لكن ميرا صممت إنها كانت بتضربهم معاه. ده غير إن النيابة شافت إنها مشاركة في الجريمة، لأنها حتى لو ما ضربتهمش فهي شاركت في تعذيبهم. طبعا في النهاية كان الأب معترف في كل الأحوال، ورغم أقواله المتضاربة لكن قتل ديما كان تهمة كافية، ده غير حبسه للبنات. وعرفوا منه إنه دفن الجثة في الصحراء على طريق الشرقة، وأخدوه ووصلهم للمكان، والكلاب البوليسية ساعدتهم إنهم يحددوا مكان الحفرة بدقة، وطلعوا الجثة اللي كانت متحللة وراحت على الطب الشرعي. لكن الدكتور أشرف إبراهيم الطبيب الشرعي قال إن تحديد سبب الوفاة صعب جدا لأن الجثة كانت متحللة، لكن أكد تعرضها للعنف عشان الكدمات البنفسجية اللي كانت على العظم. وأكد كمان إن ميرا اللي كانت لسه على قيد الحياة إنها تعرضت لعنف شديد جدا، وحروق كهربية وحروق حرارية بمكوى أو مية سخنة، وكمان باطن القدمين فيهم حروق على شكل دائري، ده غير الكسر اللي في إيد ميرا. وأكد إنه مش مستبعد أبدا إن ديما تكون ماتت من التعذيب. كمان ضابط الشرطة شهد إن البنت ما كانتش في حالة آدمية أبدا وكانت في حالة وحشة جدا، حتى محمد أخوه شهد عليه إن معاملته كانت وحشة جدا مع البنات. لكن فضل حمد كل شوية يغير أقواله، لدرجة إنه قال إن الحروق اللي في جسم ميرا معظمها عملتها لها الشغالة اللي كانت عند أمها، وإن الكسر في إيدها مش منه، وإنها اتكسرت عادي وراح جبسها في المستشفى وجبسوها غلط. طبعا كلام ما يدخلش دماغ حد، ولا النيابة ولا القضاء صدقوه، وتحول هو ومراته فعلا للمحكمة، والبلد كلها كانت بتتابع القضية. العنف ضد الأطفال أصلا مرعب لأي شخص عنده أطفال، خصوصا إن العنف هنا موجه من الأهل. في المحكمة رجع حمد ومراته أنكروا كل كلامهم، ومرات حمد اتهمته وقالت إنها ملهاش دعوة بأي حاجة، وحمد قال إن ده فيلم وإنه مستغرب اللي بيتقال، وقال إن بنته قالت إنه مضربهاش وإن مراته هي اللي كانت بتضربهم. لكن كل الكلام ده ما فرقش في الحكم النهائي واللي صدر يوم 13 فبراير 2013. الحكم كان الإعدام لحمد والمؤبد لمراته. ومن بعد القضية دي صدر قانون جديد في الإمارات لحماية الطفل، وتسمى القانون ده بقانون ديما تخليدا لذكرى ديما وتذكيرا باللي مرت بيه. الله يرحم ديما ويصبر قلب أمها، ونتمنى السلامة للأطفال في كل مكان، وتصبحوا على خير.